السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعلى عليكم الأيام بخير. النهاردة يا جماعة معانا تحدي ما بين المعلومات والإنشاد الديني. طبعا كل الناس عجبوهم التحدي وكلهم كتبوا في التعليقات إيمان الجويلي. في شخص كتب أستاذ عبد الله الجويلي وأنا زعلان منه جدا. واحد بس. طيب ماشي، وانا النهارده جاي بتحدي وجاي بتحدي ايمان الجويلي. يوم انتوا كلكم اديتوا ايمان الجويلي ديت ماشي، مش مشكله. يعني انا النهارده هحاول اغلبها النهارده ان شاء الله. انا هبدا النهارده ولا تبدا؟ انا هبدا. هنقول النهارده، عارفه يا ايمان، الانبياء دول اصلا بشر. الانبياء دول ايه؟ بشر. ربنا سبحانه وتعالى بعتهم بعدين، ولكن ما يميزهم هو الاخلاق عندنا. تمام. وعند ان الله سبحانه وتعالى لما بينزل البشر لهدايه مين؟ لهدايه. هنختار النهارده نبي من انبياء الله الصالحين، هو سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى عليه السلام. ليه اختار سيدنا عيسى عليه السلام؟ عشان سيدنا عيسى عليه السلام هو شهرته المسيح. مش اسمه المسيح، هو شهرته المسيح. ليه بقى شهرته المسيح؟ عشان سيدنا عيسى عليه السلام كان معجزته انه كان بيشفي الامراض. في عندنا هو بني اسرائيل، اليهود والرومان. اليهود ما كانوش يصدقوا حاجه، فمعجزه سيدنا عيسى عليه السلام ان هو كان بيمسح على، عندنا يمسح على الابرص اللي هي المرض، اللي هو سيدنا عيسى. معجزته هي كلمه معجزه. يعني ايه ايمان؟ كلمه معجزه، تعرف معجزه يعني ايه؟ معجزه يعني ماشي معايا كده عندنا هو معجزه يعني ما يعجز عن البشر، ان البشر ما يقدروش ايه؟ يعملوها. فربنا سبحانه وتعالى بيدي الانبياء قدره من عند مين؟ من عند الله. يعني سيدنا عيسى مش بيعمل دي حاجه من عنده، بيعمل عند مين؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. فهو كان بيشفي الايه؟ يشفي الامراض. في عندنا الانسان لما يكون هو اتولد اعمى، ان هو عندنا دوت ما بيشوفش، يعني مهما كان لغايه دلوقتي كفي. لغايه دلوقتي اللي اتولد اعمى حتى الطب الحديث، احنا في القرن دلوقتي عندنا هو 22، لان دوت ما فيش عندنا ايه؟ ما فيش حاجه اسمها عندنا ان هو علاج لها. تمام. فهو عندنا اخر الزمان من علامات يوم القيامه، علامات الساعه، هيجي واحد هنا وهنا الناس بتنطقه غلط. هو هيجي واحد من علامات الساعه اسمه يا ايمان ايه؟ المسيح الدجال. المسيح لان هو عندنا هنا مش المسيح يا جماعه. عندنا عشان في ناس كده بتقول المسيح الدجال، لا، هو المسيح الدجال. هذا الرجل ينزل عندنا على اخر الزمان، وربنا يديله قدرات يبقى فتنه البشر. يقول انا الله، وعندنا يعمل قدرات جامده جدا. هنا وعلى هنا الاوره بتاعته في كاف في راء، يعني كفر لا يراها الا المؤمنين. ودي من علاماته عندنا. ينزل المطر، يطلع الذهب من الارض، يحيي الموتى. كل ده باذن مين؟ باذن الله سبحانه وتعالى. دي اول معلومه. ايمان، انا ايمان في فيديو او في انشوده ليكي، انا الناس كتير مش واخده بالها منها، يعني مش عارف ليه كده عندنا اهوت. ايه نور الله، اسمها ايه الاغنيه؟ انت نور الله فجرا. انا عايز النهارده نسمع الناس كده ونشوف كده في التحدي. ممكن تكون انت تغلبي، بس انا شيء طبيعي مع اول معلومه هغلبك فيها طبعا. طيب المعلومه دي قيمه عن المعلومه عن اللي انت هتقوليها. بس عايز انت الانشوده دي انت قلتيها، بس ما فيش حاسس ما فيش اهتمام ليها كده عندنا، يعني انها اتقالت عندنا بفلتر، والناس بتحب صوتك انت، مش عارف ليه يعني، بس مش مشكله يعني. اصل بتحب صوتك ليه مش عارف يعني. تمام. فورينا كده، سمعينا كده ايمان كده. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء، أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هادي وصفي، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مش قادر اقول لها وحش، مش قادر اقول لها وحش صراحه. انا مش قادر يعني دي هتكسب دي تاني. لا بس ان شاء الله انا هقدر. طيب بص يا ايمان، هنسيب الناس تحكم، بس انا برضه معلومات عندي ان شاء الله. هنسيب معلومات هنا. هنقول يا ايمان، طب هرد عليك بقى. عندنا من سيره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قعد 40 سنه يا ايمان، هو مش نبي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ساعه ما اتولد في مكه، هو عندنا بدا ان هو امه، عندنا ابوه مات وهو لسه في بطن امه، ثم امه ماتت وهو عنده 6 سنين، فراح اتربى عند مين؟ عند يعني هو مرضعته. ندي معلومه للناس مع خطه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما اتولد هو كان ابوه مات، اسمه ابوه عبد الله، كان مات في رحله الشام ومات. فلما اتولد اننا كان عندهم حاجه اسمها المرضعه. مرضعه يعني يروح الى الباديه بني سعد،
وعندنا المرضعه بتاعته اسمها حليمه السعديه. ثم قعد مع امه لغايه امه عندنا لغايه 6 سنوات، ماتت امه وهو كان في زياره لاخوان ابوه في يثرب اللي هي اسمها المدينه دلوقتي. تعرف يثرب زمان كان اسمها ايه؟ المدينه دلوقتي اسمها يثرب زمان. فاخوال ابو سيدنا محمد، اخوال يعني دوت كان منين؟ من يثرب. فهي راحت زياره ليهم هناك، وهي راجعه منطقه اسمها الابواء، منطقه كده قبل يعني ما بين مكه والمدينه اسمها الابواء. توفت مين؟ ستنا امنه بنت وهب. يبقى تخيل ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امه ماتت وهو في 6 سنين، هو اللي حفر ودفنها بنفسه هو وعندنا الجاريه بتاعته. ورجع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قعد 40 سنه بعد ان هو في مكه، وتزوج ستنا خديجه بنت خويلد. لما تزوج من ستنا خديجه بنت خويلد جاب منها 4 بنات وولدين، يعني ابناء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من عندنا سيدنا محمد وخلف 7 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، 4 من او يعني 6 من ستنا خديجه، واحد من ستنا مريم القبطيه، 4 ستنا زينب، ستنا رقيه، ستنا ام كلثوم، ستنا رقيه. يعني نقول تاني: ستنا رقيه، ستنا ام كلثوم، ستنا زينب. تاني ها احنا قلنا كده مظبوط؟ غلطت لي البنت دي ولا مش عارف انا. هنقول مع بعض تاني، يلا تفتكري معايا، يلا ايمان نقول مع بعض هنا: ستنا رقيه، ستنا ام كلثوم، ستنا زينب، ستنا فاطمه. تاني يا جماعه عندنا هو للاسف شكل كده هخسر تاني، يبقى هنقول ستنا رقيه، هنحاول نحفظ مع بعض: ستنا رقيه، ستنا ام كلثوم، ستنا زينب، ستنا فاطمه، ثم ولدين هو القاسم وعبد الله. القاسم وعبد الله دول عندنا 4 و2، ولكن هو سيدنا عبد الله من ستنا ماريا القبطيه المصريه. طبعا هو دايما نقول المصريين هم اخوه العرب لسببين: ان ستنا هاجر جد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وام سيدنا اسماعيل من مصر، وستنا ماريا القبطيه هنا بمعنى ماريا المصريه، تمام، هي الاقباط هم اهل مصر، فكان دي عندنا ده. تمام. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هنوصل لغايه 40 سنه. وتفضل يا ايمان. بص يا ايمان، هنيجي عندنا مين اللي يعني فضل بعد الله سبحانه وتعالى يعني في ان هو يعلمك ازاي تنفسي في الموسيقى وازاي تتكلمي وازاي تعملي دوت. يعني انت تفضلي تشكري مين على الهوا كده؟ ده على مين؟ انا بصراحه بحب اشكر الباشمهندس. هو مش باشمهندس اصلا، هو الفنان. هو مهندس طبعا، هو مهندس، ولكن هي بتحب عندنا كلمه الفنان فيه اكتر كده. هو يعني هو انت بتحبي فيه مشاعره اكتر لانه فنان حقيقي. هو يعني صح بتحسي ان هو فنان حقيقي. تمام. مين هو اسمه ايه تاني؟ مؤمن الدين. ده صاحب استوديو ايه؟ صاحب استوديو كرنفال. اتفضل يا ايمان. ليه انت بتحبيه يعني ليه؟ عشان هو شخص محترم، واول ما شفته حبيته. طب هو يعني انت حبيتيه شكله كده ولا كمان اسلوبه وبيفهمني كويس، وبيقعد معايا ان شاء الله لو قعدنا لبكره بيقعد يفهمني. يعني واثر عليك كده صح؟ اتعلمت منها كتير. هو كان بيقول لك يعني القراءه ولا بيقول لك ايه هو كان بيقول لي القراءه اهم حاجه، تقويه الكلام والنفس صح. طب بص يا منى، انت طبعا عارفين احنا منشده وبتاع، بس احنا عايزين نحيي المطرب العظيم ده، الفنان العظيم دوت، ونقول له يعني حته صغيره من اغنيه كان عاملها على التنمر، هو كان عاملها هدف ليه هدف. طبعا هي ايمان منشده فانا بس هي اغنيه عجباني قوي عشان هي على التنمر دي حاجه وحشه جدا. هي اسمها ايه؟ البنت السمراء. طيب ايمان هتكون حته صغيره بس كده تحيه للاستاذ عندنا مؤمن، ربنا يبارك في عمره يا رب. البنت السمراء دايما بتطلع لونها المميز، خفة ودلال وقر السمار نص الجمال. طيب جميل جدا، شكرا يا ايمان. تمام. طيب تحيه جدا لباشمهندس مؤمن، حاجه شخصيه بجد فعلا الواحد بيعتز بيها وتشرف انه يتعرف عليها. طيب هنا بقى عندنا هنقول يا ايمان، انا هكمل معاك دوت، معلش انا هنطور على الناس شويه النهارده، وهنقول ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان راح عندنا وبعد ما مات يعني امه اللي اخذه سيدنا عبد المطلب. سيدنا مين؟ عبد المطلب. وجده سيدنا عبد المطلب هو كبير قريش، يعني سيدنا عبد المطلب هو زعيم قريش، وهو يعني اكبر حاجه في قريش عندنا، فدي مكانه كبير جدا. ولكن قعد معاه بس 2 بس، للاسف انه قعد مع مين؟ مع ابوه مع جده 2 بس، ثم جده توفى، الله كان كبير في السن. فمين عندنا اللي هيربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا نذكر سيدنا محمد ونصلي عليه. سيدنا يعني عمه ابو طالب. عمه ايه؟ ابو طالب. وعمه ابو طالب كان عنده عيال كتير، ولكنه ما كانش غني، هو كان فقير، ولكنه كان الزعامه المعنويه لمين؟ لابو طالب في مكه. طب يا بابا عايز اسالك سؤال، هو مين تبت يدا
وامرأته. هنا ايمان تسال سؤال جميل جدا. احنا عندنا ايه في القران بتقول يا ايمان، طب احنا هنحفظوها ونقولها مع بعض. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم، برافو عليك يا ايمان. هنا ديت عندنا ايمان. ابو لهب ده عم الرسول صلى الله عليه وسلم، عم الرسول عليه الصلاه والسلام. سيدنا محمد يعني عم الرسول ده كان الاول كان بيحب سيدنا محمد جدا، وكان يعني جار سيدنا محمد، وكان واخد بنتين من بنات سيدنا محمد لابناء ابو لهب، خطيبهم خطوبه كده بس. ولكن اول ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله، يعني حتى ان هو يا ايمان اول لما سيدنا محمد عليه السلام الجاريه متولد سيدنا محمد، والجاريه اللي هي يعني راحت قالت لمين؟ قالت لابو لهب ان ابن اخوك جاله محمد الولد ده اعتقها لله، يعني كان بيحب سيدنا محمد. لكن اول ما بدا سيدنا محمد يقول لنا نبي، ايه اللي حصل؟ ان هو بدا ان هو كره سيدنا محمد جدا. سبحان الله، ربنا ثبتنا يا جماعه القلوب، ثبت قلوبنا فعلا. حاجه سبحان الله، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاه والسلام، برافو عليك ايمان، كان واقف على جبل الصفا لما ربنا امره. الدعوه الاولى يا جماعه كانت دعوه سريه، لكن ايمان ده سبقتنا الاحداث، لكن هنا الدعوه كانت عندنا سريه. ولكن بعد 3 سنوات الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا محمد اخبر الناس كلها. فوقف على جبل الصفا، واقف، تعالوا تخيلوا واقف على جبل الصفا والناس واقفه، يا قوم يا قوم. طبعا سيدنا محمد حاجه عظيمه جدا، ويبدا الناس تيجي عند سيدنا محمد السلام. طبعا احنا قلنا سيدنا محمد كان ليه مكانه كبيره جدا، لسه ما كانش عارفين انه نبي. ويبدا ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يعمل عندنا هو يقف بكل شجاعه، يا قوم لو انا قلت لكم من ورا الجبل دوت الناس خيل عايز يهجم عليكم، يعني الناس هتصدقوني؟ او طبعا عمرنا ما جربنا عليك ايه؟ كذب ابدا. سيدنا محمد عمره ما كذب، يبقى كده خد منهم شهاده ايه؟ انه مش كذاب، يثبتوا على نفسهم صح. واول ما قال لهم انا نذير بين يدي عذاب عظيم، يعني انا نبي. شوفي تعال تخيل ابو لهب، ايه رايك؟ تعال تخيل ابو لهب واقف كده، هو لسه سيدنا محمد كان بيحب سيدنا محمد ولا لا؟ كان بيحب سيدنا محمد جدا جدا جدا. اول ما سيدنا محمد قال النبي، سبحان مقلب القلوب، اول ما عندنا قال النبي طبعا اتغير خالص، وقال له ايه؟ قال له كلمه واحده بس، تبا لك سأل يوم. يعني شتيمه عندهم، انت جبت لنا بالحر ده وعشان الكلام ده. فربنا قال له ايه في القران؟ نقولها له. وقال سيدنا محمد ايه؟ مره واحده، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قالوا هنقولها في القران لغايه يوم القيامه. يبقى تبت يد ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، كده سيصلى نار ذات لهب. وامراته هنا شبهها بايه عندنا؟ هو ان هي كان مهنه الحطب دي اقل مهنه في قريش، اللي هو الناس بتقعد تقطع خشب او تقطع شجر من وتبيعه، وهي امراه عظيمه، امراه غنيه. فشبهها بايه؟ بانها حماله الحطب، انها اقل من مكانتها. وقال انها في جيدها في رقبتها حبل من مسد، يعني حبل النار يوم القيامه. انت قلت لي ابو لهب ده كان زمان لما كره سيدنا محمد كان بيرمي قدامه زباله. مراته كانت بترمي قدام زباله. عشان كده احنا ما نأذيش حد، ما نأذيش جيراننا. انت هل ده موقف سليم يا امان؟ لا. هل احنا لما نرمي زباله، نشوف الناس كده ترمي زباله في الشارع، هل ده حاجه كويسه ولا لا؟ طب انت ممكن توجهي للناس رساله ان هو يحافظوا على البيئه ازاي؟ يعني عندنا بيرموا الزباله فين؟ مش في اماكن مخصصه ولا يرموها فين؟ ايوه في اماكن مخصصه. مثلا لو لقيت باسكت زباله كبير ارمي فيه الزباله، ما ترميها في الشارع. صح كده احسن، صح كده. هو ديننا امرنا بكده ولا كده خلاص؟ مش ربنا امرنا كده؟ تمام. طيب يا ايمان، عشان النهارده بقى انت عندنا ايه نختم النهارده، او تقول لنا حاجه كده جميله جدا عندنا ايه؟ بص يا ايمان، ناس كتير قوي بتقول ان ايمان بدل ما تقعد تحفظ اغاني واغنيه، طب ما تحفظ قران. تمام؟ فانا في عندنا بقول ان ايمان عندها القدره ان شاء الله الرحمن. طيب انا هعمل اختبار. خلاص احنا يا جماعه بنرتجل، يعني كل الكلام ده اللي بينا ارتجال. ايمان طبعا تعبنا، فهنقول ايه؟ هنقول كده. في شيخ اسمه الشيخ الجليل، تمام؟ الناس كتير قوي بتقلده. هتسمعي حته وتكملي. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وقال موسى اني عصت بربي وربكم، اني عصت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صدق الله العظيم. صدق. برافو عليك يا ايمان. النهارده يعني ان شاء الله كده، معلش النهارده مفيش مناوشات ما بيني وبينها كده يعني، خلاص. بس انا برضو هغلب ان شاء الله، هغلبك طبعا، شيء طبيعي يعني، صح؟ انا المره دي هغلب بقى خلاص.
ها انت هتقول لهم مين هيغلب؟ انا طبعا هعملها. بطلبي الدعم كده اهو. على فكره من الحلقه اللي فاتت انتوا بسببكم الاستاذه دي وعدت بقى 906 يعني عدت كده وانا زي ما انا ما تجليش ولا واحد. انا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. لا والله نجمه يعني ما تتكلميش يا اختي تتكلمي على مين؟ ما بحبش الناس اتكلم عن نفسي. لا والله فنان اصلك عندنا اختار. طب يا جماعه احنا بنشكركم جدا ومعلش طولنا عليكم، بس احنا النهارده نحب ان نودي كده صوره حلوه للايمان. طبعا انا بشكر اللي بيصورنا دلوقتي حاليا عمر الجويلي. عمر هو اللي بيصور، هو اللي بيعمل المونتاج هو اللي بيعمل المونتاج. شكرا يا عمر. اتفضلي يا ايمان اختمي يلا. يا رب يكون التحدي بتاعنا عجبكم، وعايزين بقى نشوف بقى في التعليقات مين اللي هيكسب. طبعا انا ما تصدقوش كلام بابا دي تحت انا رقم واحد. ماشي يا جماعه. وعايزين تقولوا لنا منتج عمر الجويلي جميل ولا لا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.